البرهان يخرج عن صمته ويصدر تصريحا خطيرا ضد إثيوبيا بسبب مصر، فماذا قال؟ شدد رئيس مجلس السيادة الانتقالية الفريق الأول ركن عبد الفتاح البرهان على ضرورة تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين السودان وإثيوبيا في القضايا الثنائية والإقليمية والدولية، مؤكدا خلال جلسة المباحثات المشتركة بين الجانبين السوداني والإثيوبي بالقصر الرئاسي في السودان أن السودان وإثيوبيا متوافقان ومتفقان حول كافة قضايا سد النهضة. وفيما يتعلق بقضية الحدود بين البلدين، أكد رئيس مجلس السيادة أن الوثائق والآليات الفنية والحوار تمثل المرجعية الأساسية في هذا الشأن، مشيرا إلى أن تجربة السلام في إقليم التغري تعتبر مشرفة وتدعم الاستقرار في إثيوبيا. وأطلع سيادته رئيس الوزراء الإثيوبي على تطورات الأوضاع السياسية بالبلاد والجهود المبذولة لتجاوز الأزمة السياسية الراهنة. من جهته، أوضح رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد أن الغرض من الزيارة إظهار التضامن مع السودان والوقوف معه في هذه المرحلة المهمة في مسيرته السياسية. وقال إن السودان وإثيوبيا يصخران بكافة عناصر التنمية والازدهار المتمثلة في المياه والأرض والموارد البشرية، ونحن كدول وكحكومات يجب علينا المحافظة على العلاقات التاريخية بين البلدين، لافتا سيادته إلى ضرورة الاستفادة من تجربة الحرب في البلدين التي أدت إلى انفصال الجنوب في السودان والحرب في التغري في إثيوبيا، واللجوء للحوار في كافة القضايا الداخلية. وأكد أبي أحمد أن سد النهضة لن يسبب أي ضرر على السودان، بل سيعود عليه بالنفع في مجال الكهرباء. وفيما يلي قضية الحدود، قال رئيس الوزراء الإثيوبي إنها قضية قديمة يجب الرجوع إلى الوثائق لحلها، داعيا السودان تقديم إثيوبيا للعرب بحكم موقعه التاريخي. وفي وقت سابق كشفت مصادر متطابقة أن الاجتماع الأخير الذي انتهى ببيت الضيافة بين رئيس السيادة الفريق الأول عبد الفتاح البرهان ومجموعة ميثاق التوافق الوطني. وقالت مصادر إن البرهان سحب وساطته التي تهدف إلى تقريب وجهات النظر بين المجلس المركزي ومجموعة ميثاق التوافق الوطني. وأكد أن البرهان أعلن عن توقف الاجتماعات التي يتوسط حولها بين المجلس المركزي ومجموعة ميثاق التوافق الوطني نهائيا. وأرجعت المصادر توقف البرهان عن الوساطة إلى تباعد المواقف بين المجلس المركزي ومجموعة ميثاق التوافق الوطني، مما أدى إلى انسحاب البرهان. وبدأت في الخرطوم الأسبوع الماضي جلسات المرحلة النهائية في العملية السياسية بين المكونين العسكري والمدني الموقعين على الاتفاق الإطاري. وتشمل المرحلة النهائية للعملية السياسية 5 محاور، وهي العدالة والعدالة الانتقالية والإصلاح الأمني والعسكري ومراجعة وتقييم اتفاق السلام وتفكيك نظام 30 من يونيو من عام 1989 وقضية شرقي السودان. وينتظر السودانيون تشكيل حكومة مدنية جديدة أملا في إنهاء أزمة البلاد منذ إجراءات القائد العسكري عبد الفتاح البرهان في 25 من أكتوبر تشرين الأول من عام 2021، حل فيها مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وأعلن حالة الطوارئ.